واش كاين اللي يقدر يتحدى الموت؟ واش عمرك سمعتي ولا شفتي على شي حد ملي تولد وهو باقي حي؟ الا قلت لك كاين اللي تحدى الموت وكاين اللي ما مشاش وباقي حي ليومنا هذا، غادي تجيك شويه كنخربق. وتابعوا معايا الفيديو الاخر وغادي تعرفوا على من كنهضر. وكما ديما ما تنساوش ديروا شير وفولو ولايك الا كيعجبكم هذا المحتوى. من بين جميع الأنبياء والحكماء والمصلحين اللي عرفناهم في التاريخ، كاين شخص واحد فقط اللي قال بأنه غادي يموت وفعلا مات، ومن بعد 3 أيام رجع للحياة وباقي حي لليوم. هذه ماشي غير قصة ولا أسطورة، ولكن هذه معجزة حقيقية طرات وباقي تأثيرها لليوم. معجزة وخطة اللي كتعتبر هي الأساس ديال الإيمان المسيحي. ولكن علاش بالضبط هذا الحدث مهم؟ أولاً خاصنا نعرفوا أن الموت هو العدو الأكبر ديال الإنسان. كل واحد فينا كيف ما كان الإيمان ديالو عارف بأن النهاية ديال الحياة ديالو هي الموت، وما كاين حتى شي واحد قدر يغلب هذه الحقيقة أو يغير هذه الحقيقة. كاينة ولا لا؟ إذن وبالتالي الأنبياء اللي ماتوا، الصالحين كذلك ماتوا، وحتى أعظم الشخصيات اللي دازوا في العالم ما قدروش يتفادوا الموت. ولكن كاين غير واحد بوحده هو الوحيد اللي كان عكس الجميع، ما خلاش الموت يربحه، هو المسيح. أيه، هو سيدنا عيسى اللي مات وتدفن، ولكن في اليوم الثالث قام من بين الأموات وباقي حي الآباد لدابا، بالشهاده ديال بزاف ديال الناس اللي شافوه، والشهاده ديال كلام الانبياء اللي سبقوه وتنبؤوا بهذا الحدث. قيامه المسيح من الموت كتبين انه ماشي غير نبي ولا معلم، ولكن هو شي حد اللي اكثر من هذا الشيء كامل. القيامه دليل على ان يسوع هو الله اللي تجسد باش يوصل لينا، هو الله اللي عنده السلطه على الموت والحياه، كما جاء في كورنثوس الاولى 15-17 كتقول: وإن لم يكن المسيح قد قام فباطل إيمانكم وأنتم بعد في خطاياكم. هذه الآية كتعني أن الإيمان ديالنا بلا ما تكون فيه القيامة هو إيمان ما عنده معنى، حيث إلا كان يسوع ما قامش فمعناها أنه بحاله بحال أي واحد آخر، وما عندوش لا القوة ولا القدرة باش ينجي حتى راسه، فكيفاش غادي ينجي الآخرين؟ ولكن الحقيقة هي أنه قام، وهكا بهذا الفعل غادي يكون دار طريق جديدة للإنسان باش يمشي للحياة الأبدية. القيامة ديال يسوع ماشي غير انتصار على الموت الجسدي، ولكن حتى على الموت الروحي. وهنا المقصود به هو ذاك الفراق اللي طرا بيننا وبين الله بسبب الخطية. كلنا عارفين أننا كنديروا الذنوب، وكلنا محتاجين للمغفرة والرحمة، ولكن الغفران الحقيقي كيبدا من اللحظة ديال الإيمان بالواحد اللي مات باش يهز علينا العقاب ورجع للحياة باش يعطينا أمل جديد. يسوع ما جاش باش يحكم ويسود ويتملك، ولكن جا باش يعطي الحياة، باش يفتح الباب ديال الرجاء، باش يوري الطريق للحب الحقيقي والنجاة. كاين اللي غادي يسول: وعلاش المسيح؟ علاش ماشي شي نبي آخر؟ الجواب بسيط: المسيح هو الوحيد اللي دار شي حاجة ما قدر يديرها حتى واحد. المسيح هو الوحيد اللي تحدى الموت وغلبه. المسيح هو الوحيد اللي وعدنا أنه غيعطينا الحياة ووفى بالوعد ديالو. الأنبياء جاو باش يوريونا الطريق، ولكن المسيح قال: أنا هو الطريق والحق والحياة. وما قالش غادي نوريكم الطريق، ولكن قال لك أنا هو داك الطريق. وفاش كتشوف القيامة بعين العقل والقلب كتعرف أن يسوع ما جاش باش يدير دين جديد، ولكن باش يعطيك علاقة جديدة مع الله، علاقة مبنية على المحبة، على الغفران والرجاء. فالسؤال اللي كيطرح راسه هو: واش غادي تبقى كتقلب على طريق للخلاص، ولا غادي تعترف باللي الطريق راها ديجا كاينة، وهذا الطريق هو المسيح؟ يسوع مات على ودنا وقام باش يعطينا الحياة. واش ماشي هادشي كيستاهل أننا نوقفه
ونتأملوا فيه بصدق مع المسيح حتى الموت.